السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. قبل ما نبدو لا فيديو نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستبقوا الخيرات. وفي سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس الحقيقي ليس في الدنيا وزينتها، بل في الطاعة، في القرب من الله، في العمل الصالح. وإن كان هناك سباق يستحق أن نبذل فيه جهدنا، فهو سباق الآخرة. سباق في الصدقة، في قيام الليل، في حفظ اللسان، في صفاء النية، وفي رمضان خصوصا. هذه الآية بالذات تهمس لنا: ارفع سقف طموحك الإيماني، ولا تكتفي بالقليل، فالجنة غالية، ومن أرادها نافس بقلبه قبل عمله. حباباتي، اليوم جبت لكم وصفة أو معسلة سهلة بزاف بزاف بزاف، ونجم نقولوا هاد المعسلة بخاسك فيها ما زهر، فيها القشطة، كما الوصفات السورية ولا الحلبية ولا اللي راها تنباع هنا في الجزائر. شوفوا الشيرات. جيبي كاس حليب معمر كما راكي تشوفي، مغرف تاع سميد ومغرف تاع السكر. هنا في الوصفة هذه أنا درت مغرف فقط تاع المايزينا، من بعد زدت لها نص مغرف تاع المايزينا. من بعد وصلت للقوام اللي نحوس عليه، هي 2 مغارف كبار معمرين في هذا الكاس الكبير، صح الشيرات؟ باش ما تخلطوش ومن بعد كاع تقعدوا تضيفوا كما انا ضفت. المهم انا من بعد في التالي دوك نقول لكم كيفاش درت. هذاك النص تاع المغرف تاع المايزينا درته في شويه تاع الماء صغار وكبيته. نتوما من البدايه ديروا 2 مغارف بومبي تاع المايزينا. صاي هنا راني نحرك فوق النار قليله، شوفوها راهي قاع قليله. نحرك نحرك كي نشوفها عقدت، بدات تعقد، نجيب كاس قل ربع فنجال، قل ربع تاع لاتاي تاع كريمه للطبخ، ولا كريمه تاع الحلويات، ولا انا كانت عندي كريمه زعما ميكس تاع حلويات ولا تاع الطبخ. صاي درتها هنايا، قعدت نخلط تاني. دوك تشوفوا القوام اللي وصلت ليه، هذا القوام قبل ما نزيد مغرف، نص مغرف تاع المايزينا. شفتوا كي راهي جاريه بزاف. ما عجبنيش القوام، باسكو هي كي تبدو تاكلوا فيها وتعضوا غادي تجيكم ناشفه، ما غاديش تجي تسيل. ميم كي طيبوها في الفور ما غاديش يخرج لكم من لاباط. صاي على بها قعدت نأكد باش تجي شويه قاصحه. هنا زيدي حوالي مغرف ولا 2 مغارف تاع المزهر. شوفوا ريحه المزهر في الدار متأمنوش عقلكم. هنا تعطي هذيك اللمسه، ولا تاع كيما نقولوا القشده، ولا هذيك اللي يديروها في الكنافه اللي يديروها تاع السوريين ولا تاع الاتراك. ولا بعد ما وصلت للقوام المطلوب اللي شفتوه، نجي نجبدها نحطها في طبسي باش تبرد. ما نديروهاش وهي حاميه. علاه ما نديروهاش وهي حاميه؟ تتقطع لنا لاباط، هذه كاع باينه. انا راني نوضح للمبتدئات، كاين شي مبتدئات ما يعرفوش، صغارات عاده جدد في الطبخ ولا عرايس، راني نوضح لهم. هذه المعسله بزاف شابه، صاي شابه بزاف. جربوها تتقرمش كما نقولوا روعه. نجيب لاباط فايتي تاعنا، ندهنها بالماركارين دايبه ياك الشيرات، ونشكلها كيما راه موضح في الفيديو. من بعد ندير في الوسط كاوكاو، الا عندك بيستاش ماذا بينا هكا تكون 100% حلبيه. الا ما عندكش ديري كيفي الكاوكاو وزيدي القشطه ولويها، ديري فوقها المارغرين ولا الزبده الدايبه وحطيها في المول تاعك الطيب من تحت ومن الفوق وتكون واجده. وبغيت من هذا الفيديو نقول لكم على الصدقه في رمضان. شوفوا الصدقه ماشي مجرد مال تخرجه من يدك، هذا ما كان. على بالك انت كي تفرح انت ما عندكش وتمد، وانت تبتسم وانت مهبوم، وتساعد بلا ما تشوف الصديق هذاك البنادم اللي مديت له عنده ولا ما عندهش. على بالك باللي هنا تكون الصدقة أصدق وأعظم،
قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما شاء الله، هاد الآية شحال شابة. سيتادير انت تمد غير شوية حبة غادي تولي كأنها 7 سنابل، شكون تتضاعف أضعاف مضاعفة. ويقول ربي تاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وتاني في سورة آل عمران: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الصدقة لا تنقص المال بل تحرسه، ولا تفقر صاحبها بل تغنيه بالسكينة، وقد تكون سببا في رفع البلاء أو تفريج هم أو شفاء مريض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: داووا مرضاكم بالصدقات. إن شاء الله يا ربي فهاد شوفوا، قادر نتايا حاجة صغيرة ما تبان لكش تصدقها تولي بزاف عند ربي. وحرزوا النفقوا حاجة تبغوها، ما تروحوش تصدقوا قال الماكله تاع البارح قاعده تكوهي تمديها لهذاك الراجل اللي راه قاعد مسكين برا. لا الشيرات، لا يا سيدات، زعما كي تمدوا حاجه مدوها شابه ولا ما تمدوش. دوك نجيب لكم دليل من القرآن. ربي شاقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذه سورة آل عمران. يعني انك تخرج حاجة من قلبك قبل يدك وتنفق حاجة تبغيها، وأن هذه الحاجة ليها مكانة في نفسك، ماشي غير فائض اللي ما تسحقهش. صحيح، هنا يكون العطاء تاعك صادق وخالص وعميق. يا رب هذا الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، هكا باش يعرفوا شي يصدقوا وش ما يصدقوش. حبيبة قلبي، شكرا لكم لوصولكم لهنا. نلتقي في فيديو جديد ووصفة جديدة بحول الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.